القرآن. ازاي تقفل القرآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنساش لايك، شير، كومنت جاي من قلبك، سبسكرايب، ويلا بينا. كتير جدا من طلبة الثانوية الأزهرية معاهم مشكلة في القرآن، إذا ما كانش 70% من الطلبة عندهم مشكلة في القرآن، ودي طبعا حاجة مش لطيفة خالص. وأحب أقول لك يا صديقي إنك مش لوحدك، أنا كنت كده. الحمد لله 40 من 40 في القرآن. انت المواد كتيرة وخايف ما تجيبش فيها درجة حلوة، وخايف على كل درجة تضيع منك مش في محلها. بس أحب أقول لك إن القرآن هي مادة مجموع. إيه؟ القرآن مادة مجموع ودرجات ومضمونة جدا جدا جدا. والكلمة دي اتقالت لي وأنا في تالتة ثانوي، بس ما كنتش مدركها أو كنتش متخيلها غير لما دخلت الامتحان. أنا كإبراهيم أنا كنت عامل حسابي على 1% هنقصه في القرآن، 1% في الرياضة. والحمد لله مقفل القرآن وناقص درجتين بس في الرياضة، الحمد لله. تعال أقول لك إزاي حاجة سريعة كده تقفل مادة القرآن الكريم. رقم واحد، البقرة. 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 احفظ سورة البقرة كويس جدا جدا جدا. رقم اتنين، متشابهات البقرة يا صديقي. متشابهات البقرة، ركز جدا. أوائل الأربع المتشابهات، آخر ربعين أو المنهجك البقرة كلها تكون حافظها كويس جدا جدا جدا. رقم تلاتة، آل عمران. احفظ سورة آل عمران كويس جدا 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 جدا. تمام. سورة آل عمران هي سورة مهمة جدا في الامتحان لأنهم بيعتبروها ماضي قريب. رقم أربعة، أوائل الصور. احفظ أوائل الصور كويس جدا جدا جدا. ما تلخبطش بين الحواميم، ما تلخبطش بين الألف لام ميم وألف لام راء، هكذا. تمام. رقم خمسة، خمسة ودي مهمة جدا جدا لأن دي التركاية اللي بتفرق اللي بيجيب 38 من 40. امتحانات السنين السابقة يا صديقي بيكون فيها الأسئلة اللي هي اختر اسم السورة اللي وردت فيها الآية، بيكون جايب لك آية كده ويقول لك اختر اسم السورة. لازم تحل امتحانات السنين السابقة كويس جدا جدا جدا. معلش هو فيديو صغير بس بجد، هو أنا ما حبيتش أرغي كتير لأن هو بجد هي دي خلاصة القرآن الكريم يعني وبعد كده ان شاء الله بعد ما نخلص ثالثه ثانوي مش عايزين نهمله، مش عايزين نعتبره ان هو ماده، لا هو القران حياه مع الله والله العظيم. ان لله اهلين من الناس وقالوا هم اهل القران هم اهل الله وخاصته. تمام. اعرف دايما بجد، اعرف ان انت مش فارق مع حد غير ابوك وامك. اعرف كويس جدا كده، حط في دماغك ان انا لازم افرح الناس دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.